صحيح، الكثيرون توقعوا بأن المنتخب المغربي سيكرر ما فعله في قطر، ولكن هذا أمر معقد، لأننا في قطر كنا نلعب كما لو كنا نلعب على أرضنا وفي بلدنا، ولكن الجماهير ستأتي إلى الولايات المتحدة لتشجعنا، وأعتقد أن المنتخبات المنافسة يعرفوننا جيدا وينتظرون بأننا سنكرر نفس الأمر. هذا أمر معقد صحيح، ولكن نحن فريق نعمل بجد. لدينا الآن بطولة أفريقيا في أرضنا ونحن نركز على هذه البطولة، ولكن نحن سعداء جدا بالتأهل إلى كأس العالم لننافس أمام الكبار مثل المنتخب البرازيلي، ونأمل في أن نمنح السعادة إلى جماهيرنا. إذن مع القرعة، يوسف شيبو كان يشاهد هذه القرعة وتذكر عام 98. نعم، أعتقد أن كل المغاربة يفكرون ويعتقدون نفس الأمر. كل من شاهد المنتخب البرازيلي، البعض كان يعتقد أنه من الممكن الفوز على النرويج أو اسكتلندا، نفس المجموعة تقريبا، ولكن يجب أن نقدم أداء أفضل من 98. ولكن لديكم منتخب لديه خبرة كبيرة، الكثير من اللاعبين ينشطون في أوروبا ولديهم مستوى عال جدا. هذا صحيح، الوضع الآن مختلفا تماما. المنتخب المغربي سيشارك في كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، لدينا خبرة أكبر، ولكن سنكن احتراما كبيرا لكل المنافسين، وكذلك العمل الذي يجب أن نقوم به من أجل أن نمنح السعادة إلى جماهيرنا، ولماذا لا نصنع التاريخ مرة أخرى في هذه الكأس.